ده ملخص الحلقة الثامنة والتاسعة من مسلسل تحت السن، وبجد فعلا الحلقة التاسعة أحسن حلقة في المسلسل لغاية دلوقتي. فلو حسيت بملل في أول الفيديو اللي هو الحلقة الثامنة يعني، فبجد استنى نص الفيديو أول ما الحلقة التاسعة تبدأ كده، عشان المسلسل كله هيتقلب حرفيا. ولو لسه ما شفتش المسلسل من أوله اللي هم السبع حلقات اللي فاتوا يعني، فإحنا قسمناهم على فيديوهين هنا في القناة لو عايز تروح تشوفهم الأول يعني. وآخر حاجة شفناها إن الضابط راشد راح لعلي ومسك تليفونه ولقى إن هنا كانت بعتاله هو شربها إيه أو عمل فيها إيه، لأنها اكتشفت إنها حامل. وتعالى بقى نبدأ الفيديو، وبنلاقي ان الضابط راشد قبض على علي بسبب اللي شافه على تليفونه. ولما بيدخل الحجز وبيشوف استاذ شاكر بيبقى عارفه علشان المدرس في المدرسة اللي قدامه. وبننتقل لمامة مريم بعد ما سيد ومربلة سرقوا منها الشنطة، بنلاقيها انها مش عارفة تعمل ايه او تطلع للبيت ازاي. والبواب بيقول لها انهم يكسروا الباب دلوقتي وبكرة يجيبوا نجار علشان يغيروا الكالون. وفي نفس الوقت بنلاقي ان مربلة بيقول لسيد ان هو خد الفلوس وسيد خد المفتاح زي ما هم عايزين، وانهم المفروض دلوقتي يعملوا نسخة على المفتاح ويرجعوا لها الشنطة بدل ما تغير الكالون ويبقوا سرقوا الشنطة على الفاضي. وفعلا بيطلعوا نسخة على المفتاح ورموا لها الشنطة. ولما بتلاقي انهم سرقوا الفلوس بس بتقول عادي ومش بتهتم. ولما بتطلع بيبان عليها قد ايه هي تايهة ومخنوقة وبتفضل تعيط. وفي الوقت ده بنشوف مريم وهي في الحجز وبتبقى متدمرة بسبب اللي حصل لها. بننتقل لسيد ومربلة، وسيد بيبقى عاوز يروحوا يسرقوا عقد الجواز العرفي من الشقة دلوقتي، بس مربلة بيعرفوا انهم لازم يروحوا الصبح علشان محدش يشك فيهم. سيد بيسمع كلامه وبيوافق. وبنشوف سارة ورباب مرات شاكر، وسارة بنته بتبقى خايفة جدا على ابوها، وبتعرف مامتها ان يوم اختفاء هنا رنت عليها بس هي ما سمعتش التليفون. وبعدها لما جربت ترن عليها ما ردتش، فرنت على باباها علشان تسأله عن هنا. ولما بيرد عليها بتسمع صوت زعيق وسويت وبتبقى مش فاهمة ايه اللي بيحصل. ومرة واحدة الخط بيفصل، ولما بتجرب ترن تاني بتلاقي انه مش بيرد عليها. ولما بيرجع بتسأله عن المكالمة بس بيقول لها ان كان فيه هزار بصوت عالي في الفصل في المدرسة وان مفيش حاجة. ومامتها بتطمنها وبتقول لها ان ده بيتهيأ لها، بتقول لها ان كل حاجة هتبقى كويسة. وبننتقل للضابط راشد وهو بيستجوب علي، وبيعرفوا ان مفيش حاجة حصلت بينه وبين هنا، فبيحكي له اللي حصل قبل حملها. وبيقول له ان لما كانوا مع بعض حط لها حاجة في المشروب اللي هما بيشربوه، والمفروض الحاجة اللي حطها دي تخليها تحب انها تقرب منه، بس بيحصل حاجة غير اللي هو متوقعها وبيلاقيها انها نامت. فخدها عنده البيت وكان لسه هيقلعها هدومها بس ضميره بيأنبه، فحضنها ونام جنبها من غير ما يعمل لها حاجة. ولما هنا صحيت بتتصدم وبتفتكر ان في حاجة حصلت ما بينهم. الضابط بيسأله هو ده السبب اللي خلاهم يسيبوا بعض، فبيعرفوا انه حاول يوصل لها بعدها بس هي اختفت. وبعد 3 أسابيع كلمته وعرفته ان هي حامل، بس بيقول لها ان ده مش منه وانه فعلا ما عملش معاها حاجة وانه ما يعرفش ازاي حملت. بس بنلاقي ان الضابط مش مصدقه، لكن بنلاقي علي بيعرفه ان هو اللي شير فيديو الضرب بتاع هنا عشان يجيب حقها من ملك ودليده. بس برضه الضابط بيفضل حاجزه لحد ما يفهم هنا فين. وبننتقل لناهد وهي في المدرسة، وجاسر بيستغرب هي ليه مختفية عنه وبيسألها لو في حد في حياتها ولا لأ. ولما بتعرفه ان مفيش حد بيقول لها انه معجب بيها، بس ناهد بتقول انه ما ينفعش يبقى في حاجة ما بينهم. فبيعرف وقتها ان فعلا في حد في حياتها وبتبقى لسه هتسيبه وهتمشي. فبيعرفها ان حتى لو في حد في حياتها فهو كده مش بيحبها لانه مخبي علاقتهم وانها محتاجة تتحب زي الناس الطبيعية. فبتتضايق من كلامه وبتسيبه وبتمشي. وبنشوف دليده وهي قاعدة في الكافيه وملك بتروح لها، وبنعرف من كلامهم ان هما الاتنين انفصلوا من المدرسة اسبوعين بسبب فيديو الضرب بتاع هنا. وناهد كمان بتروح لهم، وملك اول ما بتشوفها بتسألها ليه خبت عنها موضوع جواز سيد وهنا. ودليده بتبقى مصدومة ان ازاي هنا كانت متجوزة سيد وانها ازاي كمان طلعت حامل. وبتسأل ناهد هي حامل من علي، فبتقول لها لا في الاول، وبعدها بتقول لها انها ما تعرفش. ودليده بتبقى مش طايقاها بسبب انها خبت عنهم كل ده، فبتعرفها ان ده سر وامانة وكان لازم تعمل كده. ويبان على كل واحد فيهم ان حياتهم ما بقتش زي الاول وانهم اتدمروا. بنشوف مريم وهي قاعدة مع الضابط راشد تسأله هي ليه برغم انها قالت له ان هنا حامل برضه ما خرجهاش لغاية دلوقتي. فبيعرفها ان هو حاسس انها لسه مخبية حاجات تانية، فبتضطر تحكي له ان هنا متجوزة سيد عرفي. والضابط راشد بيستغرب ومش بيصدقها، فبتعرفه ان هي معاها عقد الجواز في شقتها. وفي الوقت ده بنشوف سيد ومربلة وهم رايحين عشان يجيبوا العقد من الشقة، ومربلة بيعرفوا ان هو هيدخل الشقة يجيب له العقد وسيد يأمنه من بره. ولما بيدخل الشقة بيفضل يدور على الورقة
الشقه، بس بنلاقي ان الضابط راشد بيجي ومعاه مامة مريم عشان ياخد عقد الجواز العرفي، وسيد بيشوفهم وهم طالعين وبيرن على ماربيلا، بس في الاول مش بيرد عليه وبيكون لقى الشنطه اللي فيها عقد الجواز، بس فجاه بيلاقي الباب بيتفتح، بس بيلحق على اخر لحظه انه ياخد الورقه ويهرب. وفي الوقت ده لما مامة مريم والضابط راشد بيدخلوا بيدوروا على الورقه بس مش بيلاقوها، وبننتقل لملك وهي راجعه من عند تسوقي وبتبقى بتشتكي لامها بسبب انها بتحب سيد اكتر منها، وبيبان على امها انها مش مهتميه بموضوعها خالص، وبتعرفها ان هو مش هينزل حاجه وانه بيخوفها مش اكتر. ولما بيدخلوا الشقه امها بتتعب جدا وملك بتبقى مش فاهمه ايه اللي بيحصل لها، وبننتقل لسيد وماربيلا بعد ما راح له وبيسالوا على عقد الجواز علشان يديهوله، بس ماربيلا بيصدموا وبيساوموا عليه وبيعرفوا انه لازم يجيب 30,000 جنيه مقابل عقد الجواز عشان هو متاكد ان العقد ده غالي قوي عنده. وسيد بيبقى مصدوم ومش عارف يعمل ايه، وبنشوف الضابط راشد وهو بيستجوب مريم بسبب انه مش لاقي عقد الجواز اللي اتكلمت عنه، بس بتعرفه انها مش بتكذب وان ناهد هي اللي عملت الموضوع ده اصلا. وفي الوقت ده بنشوف ملك وهي راجعه لتسوقي تاني عشان تحاول تقنعه انه يجيب الصور والفيديوهات، بس تسوقي بيفضل يضغط عليها وبيهددها وبيعرفها انها لازم تبقى معاه الاول مقابل ان الفيديوهات ما تتسربش، وبتضربه بالقلم وبتسيبه وبتمشي. وبنشوف سيد وهو قاعد مع امه وبيعرفها ان ماربيلا بيهدده بالورقه مقابل فلوس، بس بتقوله ان هي هتتصرف وهتعمل اي حاجه عشان تجيب له الفلوس وياخد عقد الجواز. بس في الوقت ده الضابط راشد بيروح له وبياخد سيد علشان يستجوبه، وفي نفس الوقت بيدور على عقد الجواز عنده في البيت عشان ممكن يكون سرقه، بس اكيد مش بيلاقيه لانه مع ماربيلا. وبننتقل لناهد وهي قاعده مع جوزها امير وبيبقى كلام جاسر مأثر فيها، وبتبقى مش عارفه هو معاها ليه طالما مش بيحبها، وبتبقى متضايقه منه جدا. وبننتقل لسيد بعد ما راح القسم وبينكر انه يعرف مريم او حتى شافها قبل كده، وطبعا بتبقى مصدومه. والضابط راشد بيبقى مش مصدق مريم، ومريم بتبقى مش عارفه تعمل ايه. وفي تاني يوم الضابط بيروح لناهد وبيسالها عن موضوع عقد الجواز اللي بين سيد وهنا، بس ناهد بتنكر كل الكلام اللي الضابط قاله وبتقوله انها ما تعرفش حاجه عن الموضوع ده ولا تعرف ان هنا كانت حامل اصلا. وبننتقل لملك وهي بتتخانق مع امها عشان بيبقى كل اللي فارق معاها سيد وبس، ومش مهتمه حتى بالمشكله اللي عندها. وملك بتحس انها لوحدها ومعهاش حد يساعدها، وبنلاقي ان سيد رجع تاني للبيت وامه بتبقى مستغربه طلع ازاي، بس بيعرفها انهم سالوه سؤالين وخلاص لان الضابط اصلا مش مصدق مريم لان مفيش ولا حاجه اثبتت كلامها. وبنشوف رباب مرات شاكر وهي قاعده معاه بتبقى مصدومه ايه اللي بيحصل لهم، وبتفضل تضايقه بتقوله ان هو السبب علشان قريب من الطلاب بتوعه، وبيبقى مخنوق جدا من كلامها. وبتعرفه اللي حصل بينها وبين بنته ساره واللي هي قالته لها، بس بيعرفها ان الطبيعي ان طول الوقت في المدرسه يكون في صوت دوشه، وبيعيط عشان بيحس انه فعلا غلط انه بيعامل كل الطلاب زي بناته. بس مراته بتحاول تطمنه وبتقوله انها جنبه وان المحامي قال لها ان الموضوع بسيط وهو هيتصرف. وبننتقل لرحمه مامة هنا وهي بتجري على محفوظ جوزها وبتقوله ان هنا بعتت لها ريكورد على الواتساب وبتقول فيه ان هي كويسه وانها عملت كده بسبب المشاكل اللي كانت بينهم، وبتعرفهم انها مش هترجع غير لما تبقى زي باقي البنات عندها اب وام بيحبوها وعايشين مبسوطين، وبتتاسف لها لو حد اتاذى بسببها. وبيبان على صوتها انها بتتكلم عادي وان مفيش حد مهددها انها تقول كده. وفي تاني يوم رحمه بتروح للضابط راشد وبتسمعه اللي هنا بعتته وبيقول لها انها ترن على الرقم ده دلوقتي بس بيبقى مقفول، وبيعرفها انهم هيتتبعوا الخط ده ولو اثبت انه بتاعها يبقى هنا مش مخطوفه. بس رحمه بتعرفه انها خلاص اطمنت عليها وعرفت انها هترجع قريب فمالوش لازمه محضر الخطف وانها تتنازل عن المحضر وانه يخرج كل اللي اتحبسوا في قضيتها. وراشد بيبقى مستغرب بس بيوافق، وفعلا مستر شاكر ومريم وعلي بيخرجوا وهي طالعه من مكتب الضابط بتقابل شاكر ومراته فبتعتذر له عن اللي حصل له بسبب هنا، بس رباب بتبقى مش طايقاها وبتحاول تقفل الكلام معاها باي طريقه. وبنشوف مريم وعلي وهم قدام القسم والاتنين بيعتذروا لبعض على اللي حصل منهم من الفتره اللي فاتت. ورحمه بتروح لمريم وبتقول لها انها ما تزعلش من هنا بنتها وان هي اكيد ما كانتش تقصد انها تبهدلها معاها، بس مريم بتعرفها ان اهم حاجه ان هنا بخير وكويسه وبتسيبها وبتمشي. ولما بتروح مامتها بتتضايق منها بسبب انها ازاي كانت مصاحبه بنت زي كده وبتتجوز عرفي، بس مريم مش بتهتم بكلامها لكن بتلاحظ من ضمن كلام مامتها بتقول لها انها مش مستحمله كل اللي بيحصل بسبب ان هي اتسجنت وان كمان شنطتها اتسرقت منها. فمريم بتستغرب وبتسالها اتسرقت ازاي، ولما بتحكي لها بتستنتج ان سيد هو اللي عمل كده علشان يسرق عقد الجواز، وبتروح له فعلا وبتواجهه بس بينكر وبيقول لها ان ده ما حصلش وانه ما عملش حاجه، وبيهددها ان المره الجايه مش هيسكت لها. وبعد ما بتمشي بيكلم واحد صاحبه وبنعرف من كلامه ان هو عاوزه هو وواحد كمان عشان يثبتوا ماربيلا وياخدوا منه العقد بالعافيه، وفعلا بيوافق وبيرن على ماربيلا وبيفهمه انه جاب الفلوس وانه يقابله بكره بعقد الجواز ويديله فلوسه. وبننتقل لملك وبنلاقي ان تسوقي بعت لها علشان تصور له نفسها، وفعلا ملك بتضعف وبتبقى
بتبدأ تصور له نفسها علشان ما يفضحهاش وينزل الصور، بس في اخر لحظة ضميرها بيأنبها وبتفوق لنفسها وبتبعت له انها عمرها ما هتعمل كده وان وراها عيلة تحميها وتجيب لها حقها. وفي تاني يوم بنشوف ام سيد بتروح لفايز مدير المدرسة وبتطلب منه انه يرجع ملك بنتها المدرسة تاني، بس لما بيرفض انه يرجعها ام ملك بتهدده انها ممكن تتكلم وتقول ان مستر رؤوف كسر ايد طالبة قبل كده وتجيب مشاكل للمدرسة، فبيخاف وبيوافق انها ترجع. وبنشوف مريم وهي رايحة المدرسة وبنلاقي ان ماربيلا بيبقى مستنيها وبيقول لها انه معاه عقد الجواز وانها لو عاوزاه تديله فلوس، فبتقرر انها تديله سلسلة ابوها اللي كان جايبها لها. ولما بتديها له ماربيلا بيكلم سيد وبيعرف ان هو عارف انه عامل له كمين وان صاصا وزميله يبقوا صحاب ماربيلا اصلا، وماربيلا بيقول لهم انهم يضربوه وسيد بيحاول يجري منهم بس بيمسكوه وبيفضلوا يضربوا فيه. وفي الوقت ده مريم بتودي العقد للظابط راشد وبتعرفه ان هي ما كدبتش عليه. وهما بيتكلموا الظابط امجد بيدخل وبيكلم راشد، وبعد كلام امجد ملامح راشد بتتغير ومريم بتخاف. وفي الوقت ده بنشوف ان البوليس راح النيل وفي ناس ملمومه وبنلاقيهم طلعوا جثه من الميه وبنكتشف ان الجثه دي تبقى هنا، وبيجيبوا رحمه ومحفوظ علشان يتعرفوا عليها وبينهاروا اول ما بيشوفوها. ورحمه بتبقى مش مصدقه ان ازاي بنتها ماتت، وبنشوف ان محفوظ ماشي تايه ومش مصدق اللي حصل، وملك كمان بتزعل عليها هي وناهد. حتى كمان دليده مع انها كانت بتكرهها بتبقى زعلانه على هنا وبتحس ان هي السبب في اللي حصل لها. وعلي بيفضل يشوف صورهم سوا وبيعيط عليها، ومامتها لما بترجع البيت بتدخل اوضه هنا وبتحزن عليها جدا. اما مريم بتبقى منهارة على صاحبة عمرها وبتفتكر قبل موتها بشهر لما كانوا قاعدين مع بعض وهم بيهزروا ومبسوطين، وفجأة هنا بتقول لها ان مهما حصل بلاش تزعل منها لان لو حصل اي حاجة هيبقى غصب عنها وانهم ما يزعلوش من بعض ويفضلوا صحاب لحد ما تموت. فمريم بتستغرب كلامها جدا وبتقول لها ان هي عمرها ما هتزعل منها وانها بتحبها جدا وهيفضلوا صحاب طول العمر. وبننتقل لدليدا وملك وناهد وهم قاعدين مع بعض وبيبقوا زعلانين جدا على فراق هنا، ودليدا بتقول لهم انها السبب وان لو ما كانوش ضربوها كان زمانها عايشه معاهم، وان حتى بعد ما ضربوها ما كانش ينفع تسيبها وتمشي، كان لازم تبقى جنبها او على الاقل يتصالحوا. وفي الوقت ده مريم بتجيلهم وبتقول لهم ان طبيعي انهم يتخانقوا مع بعض بس هي اكتر حاجه وجعاها ان هي ماتت قبل ما يتصالحوا، وبتقول لهم انهم لازم يجيبوا حق هنا وان اللي عمل فيها كده لازم يتحاسب. ودليدا بترد عليها وبتقول لها ان هي معاها وهتعمل اي حاجه عشان يجيبوا حق هنا. وبنشوف ان الصور والفيديوهات اللي كانت على تليفون ملك دسوقي نزلها وكل السوشيال ميديا بقت تتكلم عنهم، وبيقولوا ان البنات اللي ضربت هنا حياتهم كلها كانت عباره عن سك، والمصيبه كمان انهم كانوا مصورين نفسهم لاصحابهم الولاد وموضوعهم بيرجع ترند من تاني. ولما ملك بترجع تاني يوم من المدرسه سيد بيضربها في الشارع لانها فضحته وسط الناس، ولما بيروحوا بتقول لهم ان هم السبب لانها طلبت منهم كتير انهم يساعدوها بس محدش يهتم بيها ولا حتى كانوا خايفين عليها، على عكس دليدا اللي اهلها بيكونوا خايفين عليها جدا وبيسالوها ايه اللي حصل، وبتعرفهم ان كان في واحد معاه تليفون ملك وكان بيهددها بالصور والفيديوهات بتاعتهم، وساعتها ابوها بيقرر انه يعمل محضر في مباحث الانترنت. اما ناهد لما جوزها بيشوف الحاجات دي بيزعق لها وبيضربها وبتبقى مستغربه لانه اصلا متجوزها مصلحه، وكمان الصور مع صحابها البنات في عادي، وبتهدده ان هي كمان ممكن تعرف مراته انهم متجوزين عرفي. ولما بيسمع كده بيتعصب اكتر وبيطلقها وبيرميها في الشارع، ولما بتنزل بترن على دليدا علشان تبات عندها لانها ما عندهاش مكان تروحه. وبنشوف ان ابو دليدا فعلا وداهم يعملوا محضر على تسوقي اللي سرب الصور والفيديوهات، وملك بتشكره انه وقف جنبها وساعدها مش زي اهلها اللي رامينها. وبنشوف ام سيد وهي بتنظف وبيجي لها استاذ رؤوف وهو متضايق ومتعصب ان ام سيد قالت للمدير موضوع كسر ايد الطالبه وبيهددها انها ما تجيبش سيرته علشان ما يزعلهاش في بنتها، فبتقول له هو عاوز يضربها زي ما عمل مع هنا، فبيتصدم لما بتقول له كده واكن في حاجه مخبيينها. وبننتقل لدليدا وناهد وبيلاحظوا ان من ضمن اللي اتسرب سكرين شوت للشات بين ملك وهنا، وهي هنا بتقول لها انها ازاي تبعت صور زي دي لحد من الولاد، وبيبقوا مستغربين هنا عرفت منين لان معنى كده الولد كلمها ومين الولد اللي ملك تبعت له صور زي دي اصلا. وبننتقل لسيد وهو مع امه والظابط راشد بيجيله وبيقول له انه يعترف وان خلاص عقد الجواز بقى معاه، فبيعرفوا ان ناهد اديت له 10000 جنيه علشان يتجوز هنا ويستر عليها بسبب انها حامل. فراشد بيساله هي رحمه مامتها كانت عارفه بالموضوع ده، فبيعرفوا ان امها كانت قاعده وهم بيكتبوا عقد الجواز اصلا. وساعتها الظابط راشد بيجيبها وبيستجوبها وبيسالها هي ليه ما جابتش سيره ان هنا كانت حامل، بس بنتصدم لما بتقول له ان هنا ما كانتش حامل اصلا. وده بقى اللي احنا هنعرفه في الحلقه العاشره اللي هتنزل بكره. بتاكد ان انت تكون عامل سبسكرايب للقناه ده واشتراك يعني وتفعل زر الجرس اهم حاجه عشان اول ما انزل الحلقه بتاعت بكره يجيلك اشعار بيها. لو كملت الفيديو لغايه هنا فياريت تعمل كومنت بالايموجي اللي انت شايفه على الشاشه
الماتش ده عشان بس اعرف كام واحد كمل الفيديو لغايه الاخر. وبس كده، نشوفكم في الحلقه بتاعت بكره، ويلا سلام.